هنروح كاس العالم. فرعون ابروسي نتشيتا كوبا ميرا نتشيتا تمبياتي ميرا فرعون انتمبيانتيتا ميرا. فاهمين حاجه؟ طبعا بقول لكم الفراعنه في روسيا، حلم كاس العالم، حلم المونديال، الفراعنه في كاس العالم، كل ده بالروسي. فرعون افروسي نتشيتا كوبا كاكيرا ميرا نتشيتا تمبياتي ميرا فرعون انتمبيانتي ميرا. هنروح كلنا مع اسمه خضري، محمد صلاح، احمد حداسي، احمد فتحي، محمد النني، فرحان خامد، صالح بوما، رمضان صبحي، محمود ريزيجو، محمود كهربا. خلي بالكم الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ويا مساء الفل عليكم. مصر في كأس العالم. ايه ده بس بالسهولة دي؟ لا يا راجل خبيه وندور عليه تاني. أمريكا وكندا والمكسيك 2026. يعني الواحد مبسوط، الواحد أخيرا أول فيديو في القناة أطلع وأكون مبسوط وأكون فرحان بفريق أنا بشجعه. الحمد لله التصفيات كانت سهلة علينا وكانت كويسة وكده، ويمكن ده اللي مقلل فرحة الناس شوية، أو الناس حاسة إن الموضوع عادي، لكنه مش عادي يا جماعة. احنا في سنين كتير قوي ما كناش قادرين نوصل كأس العالم بسبب هزايم يعني تضحك يعني. لكن النسخة دي الحمد لله متصدرين المجموعة الحمد لله، ما خسرناش ولا ماتش، تعادلنا ماتشين وكسبنا بقية الماتشات، ماتش غينيا بيساو وماتش بوركينا وكسبنا بقية الماتشات. فيعني انا شايف بصراحة ان كابتن حسام حسن، ان اللعيبة كلهم عملوا اللي عليهم في التصفيات دي، وتقريبا احنا لعبنا ماتشين مع روي فيتوريا في التصفيات دي. فيعني انا شايف ان احنا نستحق التأهل ده ونستحق نفرح، ومتضايق قوي من الناس اللي بتقلل من التأهل ده عشان احنا مثلا طبيعي ان احنا نتأهل، او انت بتروحش كاس عالم كل يوم، مش كل يوم بتروح كاس عالم. يعني انت كان بقالك كتير ما رحتش كاس عالم قبل 2018 وكمان بعد السنغال، فانت معنوياتك المفروض كانت في الارض، يعني انك تروح كاس عالم تاني دي حاجة كويسة. انا عارف ان ده الطبيعي ان احنا بقى في كاس العالم بالنظام ده، لكن ده ما يقللش من الفرحة، ما يقللش ان انت تكون فرحان ببلدك وفرحان بمنتخبك. يعني هنتكلم عن المنتخب مصر. انا في كلام كتير قوي عايز اقوله عن منتخب مصر، وكلام كتير عايز اقوله على حسام حسن، وكلام كتير عايز اقوله على اللعيبه، وعن ما قادم يعني في افريقيا ان شاء الله في كاس عالم، وايه اللي احنا المفروض نعمله وايه اللي احنا بنخطط له. طيب ادام وصلك الفيديو متنساش تعمل لايك سبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات وتعمل شير لكل اصحابك وكل الناس، ويلا بينا نبتدي. طيب تعالى معايا في الاول كده اكلمك عن انطباعي عن كابتن حسام حسن كمدرب قبل ما يدرب منتخب مصر، ولما مثلا بعد كيروش او قبل كيروش. حتى الناس كانت بتطالب دايما بحسام حسن. انا كنت بشوف كابتن حسام حسن مدرب عادي، يعني مدرب ما عندوش يعني ما عندوش التكتيكات اللي هي تجنن، ما عندوش الخطط اللي هي هتوديك في حتة بعيدة، مدرب عادي يعني. ولكنه كان في حاجة كنت بشوفها فيه والناس تقريبا كلها كانت بتشوف فيه، ان هو المدرب الانسب لمنتخب مصر، هو ده اللي المنتخب عايزه مش عارف ايه، عشان بيخاف على المنتخب وعايز يكسب وده كنت بشوفه بصراحة. يعني انا كنت معترض على حسام حسن لما جه المنتخب، يعني كنت بشوف ان احنا بعد روي فيتوريا جبنا حسام حسن عشان نسكت الناس بس، ونجح مبروك جبناه لكم اهو، فشل انتوا اللي قلتوا عليه اهو. احنا كنا بنراضي الجماهير لما جبنا حسام حسن، لكن الراجل لما جه بصراحة يعني اشتغل كويس. اتأهلنا كأس عالم، عندنا أفريقيا. فالراجل يعني ما تحسبلوش ماتش، ما تشوفلوش ماتش يعني كنا فيه وحشين أو سيئين أو كده. فعشان كده بقول إن كابتن حسام حسن نجح في الاختبار بتاع منتخب مصر، وهو ناجح لحد دلوقتي. يعني مش هقدر اقول نجح لان احنا لسه عندنا افريقيا ولسه ما بعد افريقيا في كاس العالم وكده، لكن اقدر اقول ان هو ناجح لحد دلوقتي. عمل اللي عليه، تأهل كاس عالم، ما خسرش ولا ماتش، ماتشات كلها كويسه، بنلعب بشكل كويس. تقدرش تقول ان احنا ادائنا وحش خالص، احنا بنكسب بسكورات يعني.
متقدرش تقول ان ادائنا وحش، لان نفس الانديه دي نفس المنتخبات دي انت بتخسر منها عادي. وتعالى بقى شويه ايه محضر اخفاقاتنا في كاس العالم. في 94 مثلا انت ما قدرتش تكسب زيمبابوي وما تاهلتش. في 98 ما قدرتش خسرت من ليبيريا وما تاهلتش. في 2006 تعثرت قدام بنين وما تاهلتش. في 2010 انت بادئ تصفيات بالتعادل مع زامبيا واخر عليك قوي وبوظ لك الدنيا، وده سبب من الاسباب ان احنا ما كناش نصعد ماتش زامبيا ده. 2018 الناس كلها فرحانه بيها، بتقول لك مفيش فرحه قد 2018 يا جماعه. الكونغو كانت متزايل المجموعه، متزايل الترتيب، ومعهمش، كان معاهم 3 نقط ولا مش عارف كان كام، كانوا يعني غلابه قوي، يعني غلابه، وتعادلوا معاك. يعني انت لولا البينالتي ولولا صلاح ولولا تريزيجيه ما كنتش زمانك رحت كاس العالم، كنت زمانك عشت الليله دي، كنت عشت اخبر ليله في تاريخك يعني. فالناس بتنسى بس. الناس في 2018 كانت فرحانه بالسيناريو، لكن تعالى كده نتكلم على ارض الواقع. لا يا معلم، انت كنت متعادل مع اخر المجموعه يعني. انت كنت بتتعادل مع اخر المجموعه، ده شيء يعني صعب. ف كان سيناريو جميل وكده، والفرحه كانت فرحتين يعني، واكيد احسن من كانت من الفرحه دي. لكن انت هنا وصلت كاس عالم وانت بتعادل مع وانت كسبان الكونغو 2-1، اللي هي اصلا يعني كانت تعادل معاك في ملعبك ووسط الجماهير دي كلها. على الناحيه الثانيه انت كسبان جيبوتي 3-0، اللي هي جيبوتي كانت يعني جيبوتي دي زي الكونغو كده، الفرقتين كانوش يعرفوا يلعبوا كوره اصلا. يعني جيبوتي النهارده فريق تعبان قوي يا جماعه، يعني هم مش عارفين يستلموا ويسلموا، والكره بتروح للجناح، يروح مطول الكره لقدام ويسيبها ويرجع، يعني اللي هو خدوا انتوا عايزين تلعبوا اتفضلوا الكره واحنا هنرجع ندافع. لما بدأ الجون التاني، بعد الجون التاني بدأوا شلاليت وضرب وبواني وتكالج وبس. فهم فريق ملط يعني، زيهم زي الكونغو كده، اللي هم اتعادلوا معاك بقى وفي استاد برج العرب ووسط الجماهير دي كلها. فانت هنا كسبان 2-1 للكونغو بطلعوا الروح، وهنا انت كسبان 3-0 جيبوتي، وصلاح ما بيحتفلش اصلا. صلاح ما بيحتفلش في الاجوان، ولا ما بيحتفلش، الماتش خلص والجهاز الفني مبروك يلا ومش عارف ايه، بس خلاص خلصنا يعني، اللي هو عادي يعني. ف فعشان كده بقول ان لا، ما نقللش من المنتخب وما نقللش من الانجاز ده. احنا رحنا كاس عالم، في كاس العالم احنا هنلعب مع اكبر المنتخبات في العالم. احنا تمام، احنا ماشيين كويس، ماشيين صح. طيب عشان نفضل ماشيين صح، انا بالنسبه لي انا كنت متوقع ان احنا هنتاهل كاس عالم خلاص، يعني اللي هو انا، لا احنا لازم نتاهل كاس عالم يعني. انا مبسوط وفرحان وكل ده، بس هو ده لازم يحصل، ولو ما حصلش تبقى مصيبه. التحدي الاكبر بقى بالنسبه لي هو افريقيا. افريقيا. بصوا انا مواليد 2006، تمام. انا عندي 19 سنه دلوقتي، فانا عمري ما شفت المنتخب ده بيفرح يعني. بعيد عن ماتش الكونغو اللي هو احنا ما جانيناش منه حاجه، يعني احنا فرحنا وقت الماتش بس، وما رحنا كاس العالم ما عملناش حاجه، وخسرنا 3 ماتشات وكانت حالتنا سوء يعني. ف... فاحنا ما جانيناش ماتش الكونغو ده حاجه غير ماتش الكونغو، يعني ما خدناش منه بطوله يعني. انا يعني ما عشتش 2006 ولا 2008، وفي 2010 انا ما كنتش يعني ما كنتش موجود يعني كان عندي 4 سنين، فافتكر تشاش كده، لكن ما افتكرش يعني انا كنت بتابع البطولة. ما تأهلناش بعديها لكأس افريقيا اصلا. قعدنا دايلة مدربين كده ومش عارف ايه وبتاع وزفت. وبعدين خسرنا 6-1 من غانا في تصفيات كأس العالم. وانا فاكر الماتش ده كنت بتفرج عليه، وكنا في العيد تقريبا بتفرج على الماتش، وخسرنا 6-1 وكانت حاجة قهر يعني. وبعديها رحنا كاس افريقيا 2019، دي بطوله انا بدات ساعتها بقى اتابع كوره، وبدات ايه اتفرج وكده، وكنت يعني واعي يعني، اكيد وعي اكبر من 2010 يعني. ف في 2017 اتفرجت وكنا عاملين اداء زفت يعني وكده، بس كنا بنكسب وكنت فرحان ومش عارف ايه، والمنتخب وخلاص في الفاينل، ورحت اتفرجت على الفاينل بره البيت، وكنت اول مره اتفرج على الماتش بقى على القهوه والشغل ده، وخسرنا برضه.
فدي كانت اول وجعه جايه مع المنتخب. كنت بقعد اعيد كل يوم ماتش كنت متاكد ان في مؤامره علينا وان الكاميرا ما كانوش يستحقوا يكسبوا بسبب الجون بتاع ابو بكار اللي هو رافع رجله. فكنت شايف ان احنا اتظلمنا فكنت متضايق يعني من الماتش ده. كنت بقعد اعيد كل يوم الماتش واقول احنا ازاي خسرنا وازاي ما خدناش البطوله. وبعدين جت افريقيا 2019 قلت دي في بلدنا بقى ومش عارف ايه وبتاع، وكنت بشجع بقلب ووعي زاد وبقيت افهم اكتر وكده. وبرضه طلعنا قدام جنوب افريقيا. ممكن ما كنتش زعلت وقتها لان انا كنت فرحان فينا يعني ان احنا كنا نستحق ان احنا نخسر، بس كنا سيئين قوي يا جماعه. أسوأ فترة اتفرجت فيها على المنتخب بتاعت 2019 دي بصراحة. من مشاهدين المنتخب مصر يعني دي أسوأ فترة عدت علينا يعني ك ك كان عدت عليا أنا كمشاهد يعني منتخب مصر. وبعدين جاي في 2022 وعلى عكس كل الناس أنا كنت مصدق في كيروش وكنت مصدق في اللعيبة وكنت مصدق كنت حاسسهم عندهم حاجة عايزين يدوها يعني. حتى افتكر وقتها أصحابي كانوا بيقولوا لي احنا مش هنعمل حاجة، احنا مش هنسوي حاجة، وانا اقول لهم لا هنعمل وهنسوي. وحتى بعد ما خسرنا من نيجيريا هبطت شوية لكن كنت لسه عارف ان احنا هنعمل حاجة. كنت حاسس بروح كده غريبة. فعلا احنا فاينل ودي كانت اكتر كسرة بالنسبة لي يعني. ماتش السنغال ده بس كسرة اكبر بتاعت كاس العالم. ويوميها فجرت العياط بقى بتاع ماتش افريقيا والماتش ده، لان انا ساعتها قلت مش مشكلة نروح كاس العالم عليهم وما عيطتش. وكنت قلت لا خلاص يعني احنا لسه عندنا. فساعتها برضه خسرنا فمش قادر بقى خلاص يعني ايه المنتخب ده، ايه المنتخب ما بفرحش معاه ده. فانا ما بفرحش مع المنتخب ده خالص. وبالنسبه لي افريقيا اللي جايه دي كل ده عشان اوصل ان افريقيا الجايه دي ايه بالنسبه لي التحدي. حسام حسن يكسب افريقيا احطه فوق دماغي وفوق راسي. خلاص انا انت عملت لي اللي انا نفسي فيه يعني. انا بشجع الاهلي وبشجع ليفربول. فالاهلي انا شفته بياخد كل حاجه تقريبا، فمش منتظر من الاهلي اي حاجه يعني. دوري مبروك، دوري ابطال افريقيا مبروك، كاس مصر، رحنا كاس العالم انديه الله ومش عارف ايه وبتاع. بس كل ده بالنسبه لي عادي. ليفربول خدنا الدوري الانجليزي تمام يعني. خدنا دوري الابطال تمام قشطه يعني. هفرح جدا وهفرح اموت ومش عارف ايه. بس اللي هو عادي انا فرحت قبل كده بالبطولات دي. لكن البطوله الوحيده في مسيرتي تشجيعيه اللي عمري ما فرحت بيها هي كاس افريقيا اللي هو احنا كنا بناخدها سبت وثلاث يعني حاجه زفت. دلوقتي على جيلنا انا ما شفتش مصر بتاخد افريقيا، ما شفتهاش وانا حي، ما شفتهاش وانا واعي كده. فنفسي ان احنا ناخد افريقيا. وحاسس انا هقول لكم على احساسي احنا يعني مش هنخسر بسهوله يعني. لو خسرنا مش هنخسر بسهوله ان شاء الله، وهنعمل ماتشات كويسه وكده لكن على الناحيه التانية انا بشوف منتخب تاني بقى هو يعني فرصته السنه دي بصراحه فرصته الكامله يعني. هو منتخب المغرب. منتخب المغرب بقاله سنين بيشتغل، بقاله كذا سنه بيشتغل. شفنا نواتج الشغل ده في كاس العالم، شفت نواتج الشغل دي في الاولمبياد رعونا 6 يعني. فانت شايف المنتخب ده ماشي بنظام يعني وماشي على خطى ثابته، والبطوله في ارضه وهو بيجهز لها ويعني خلاص هم حاسين ان هم خلاص البطوله دي بتاعتهم يعني. والملعب الجديد اللي هم عاملينه ده خطير يعني. مش فاكر اسمه ايه، مركب محمد الخامس تقريبا. ملعب جامد يعني. كانوا بيلعبوا عليه الماتش الاخير اللي تأهلوا فيه ده. ملعب خطير يعني. ويمبلي خطير تقريبا اللي هيتلعب عليه الفاينل والافتتاح يعني. فهي دي بتاعتهم يعني. فعشان كده ده اللي قلقني. احنا لو وصلنا لعبنا المغرب 100% هنخسر. مش عايز احبط نفسي يعني، بس لا هما بطولتهم يعني. مش عايز اقول كده بس اتمنى لهم التوفيق يعني. ولو لينا نصيب يعني، المغرب ليها نصيب تخرج يبقى مش يبقى احنا ما نلعبهاش يعني، يخرجوا قبل ما احنا نلعبهم يعني. لكن لو احنا خرجنا والمغرب كملت يعني اتمنى لهم كل التوفيق. طبعا اتمنى التوفيق لكل المنتخبات العربيه، الجزائر والمغرب وتونس كلهم يأدوا كويس وحلو. عشان كده بقول ان حسن قدامه تحدي اكبر بقى، هو كاس افريقيا. كاس افريقيا انا زي ما قلت لكم هتبقى المغرب هي المرشح الاول بالنسبه لي للبطوله يعني. منتخب جاهز، منتخب جامد. فزي ما بقول لكم المغرب هي المرشح الاول للبطوله. منتخب جامد، منتخب جاهز، منتخب عنده لعيبه على اعلى مستوى، منتخب عنده مدرب، منظومه، سيستم، ناشئين
عندهم كل حاجة، كل حاجة تبشر بأنهم يكونوا أفريقيا يعني، ويستحقوها 1,000,000%. على البنى اللي هم بانيينه يعني. لكن لسه برضه البطولة تبدأ، هنشوف الأداء وكده. هم عليهم ضغط مش طبيعي، عليهم ضغط مش طبيعي يعني. اللي هو احنا هم برضه كانوا كويسين قوي في أفريقيا اللي فاتت يعني. فأنا سقطت برضه أفريقيا اللي فاتت دي، أنا بسقطها كتير لأن هي كانت بالنسبة لي بطولة عفنة كده ملهاش لازمة يعني، بتاعت كوت ديفوار دي. ف فهم البطولة اللي فاتت كانوا كويسين برضو وما تأهلوش، خصم من جنوب أفريقيا. فهم عليهم ضغط أفريقيا دي، فهنشوف أدائهم برضو. لكن تعالى نرجع تاني لمنتخب مصر. فهم أفريقيا التحدي الأكبر للعيبة، أو آخر أفريقيا صلاح. فصلاح محتاج يدي 100% من مجهوده. وآخر أفريقيا للشناوي تقريبا، فبرضه الشناوي لازم يدي 100% من مجهوده تقريبا. دي آخر أفريقيا للجيل ده، الجيل بتاع تريزيجيه وصلاح و... والشناوي ورامي ربيعة والناس دي كلها، دي آخر أفريقيا ليها. الأمل طبعا في اللي جاي بقى، مرموش وإبراهيم عادل وكده والناس دي يعني، ومصطفى محمد برضو، كل دول يعني. لكن اللعيبة الكبيرة اللي هي زي صلاح وتريزيجيه والشناوي كده، دي آخر أفريقيا ليهم تقريبا. بعد كده خلاص يعني، ما أعتقدش إن هم يقدروا يدوا. حتى الشناوي كان بيقول تقريبا يعني، ما اعرفش، مش عارف هلحق كاس العالم ولا لا. فان شاء الله يلحق يعني، ويكون موجود الشناوي. حتى لو اداؤه متذبذب في الاهلي، فهو اداؤه مختلف جدا مع مصر، وده اللي كنت بلاحظه دايما يعني. ان هو بيجي منتخب مصر بيفاير وبيمسك فورم وبيبقى جميل. فانت محتاج افريقيا الجايه دي تاخدها بصراحه. دي بالنسبه لي التحدي، دي بالنسبه لي تحطك في كاتيجوري تاني بقى كمدرب بالنسبه لي يعني. خلاص تاخد افريقيا كلعيب، تاخد افريقيا كمدرب، تروح كاس عالم وانت مدرب، ورحت كاس عالم وانت لعيب، فانت كده يعني توب بالنسبه لي. عايز نلعب انا بتعجبني في حسام حسن، بتعجبني في المنتخب الفتره الاخيره ان احنا بقينا بنهاجم كتير يعني. حتى لو مفيش تكتيك، مفيش جمله، مفيش خطه، فاحنا بنرمي مهاجمين وبتصرفوا يعني. تريزيجيه وابراهيم عادل وصلاح وزيزو ومصطفى محمد ومش عارف مين ومروان عطيه بيساعد فلا عاجبني. وبعد كده امام عاشور كمان يرجع، وان شاء الله الواد هيثم حسن ده يعني يوافق يلعب منتخب ويجي. فلا تبقى هو مرموش كمان يرجع وكل دول. فلا انت سكوادك برضو جامد ومفيش اي حاجه بصراحه يعني، مفيش اي حاجه تمنعك من الفوز من كاس افريقيا غير المغرب. لو المغرب طلعت ولا قابلتها في فاينل فيعني خلاص يعني، لو جبتها في فاينل خلاص، انت تعمل ايه بقى؟ لازم تكسب يعني، انت بتقابلها في الفاينل فانت لازم تكسب. على الناحية التانية لو هم خرجوا فانت خلاص. انا بالنسبة لي المغرب هي الخطر الوحيد. اي فرقة تانية مع احترامي لكل الفرق قادر انت تفوز عليها بسكوادك وبقوتك. اللي بيدي ايدج للمغرب ان البطولة في ارضهم، وان هم سكوادهم ممكن يكون اعلى منك شوية في اللعيبة يعني وكده، وفي النظام والمنظومة وكده. فده اللي يفرق لهم. لكن انت قادر تكسب اي فرقه موجوده في افريقيا، قادر تكسب مجموعتك كلها اللي فيها جنوب افريقيا، مش فاكر مين، زيمبابوي تقريبا، ما علينا يعني. بس انت قادر تكسب كل الفرق الموجوده في افريقيا باستثناء المغرب. فما فيش اي حجه بالنسبه لي تاخد تديها لحسام حسن بقى، ولا تديها للعيبه على ان هم يتهاونوا في افريقيا الجايه دي. افريقيا الجايه دي هي اهم بطوله هياخدها الجيل ده بتاع منتخب مصر. خلاص دي اخر بطوله تقريبا للجيل القديم، والبطوله اللي هتحط حسام حسن في حته، يا اما هنا يا اما هنا يعني، يا اما حسام حسن يبقى هنا يا هنا. فما فيش بديل ان انت تاخد البطوله دي، او على الاقل توصل فاينل وتخسر من المغرب بقى وخلاص. انت كده عملت اللي عليك. البطوله في ارضهم، وساعتها هشيلك فوق دماغي يعني، هشيلك فوق دماغي. لان انا هشوف ان انت هتضايق، طبعا هتضايق موت يعني، بس هشوف ان انت ماشي صح. خلاص هتطمن على كاس العالم، لان كاس العالم ما فيهوش هزار بقى. كاس العالم انت محتاج تروح تعمل حاجه، انت محتاج تروح تكسب ماتش بس يعني على الاقل يعني. فطبعا بقى كاس العالم يعني احنا محتاجين حاجات كتير. محتاجين ان احنا نبني ناشئين صح من تحت. سيبك من المنتخب الكبير، عايزين نبني من تحت، نصلح الدوري البايظ الخربان ده، الواحد بقى يقرف يتفرج عليه يعني. محتاجين الروح ترجع للمنتخب تاني. وعشان كده بقول لك ان افريقيا هي الفاصل في كل ده. افريقيا لو كسبناها هي الفاصل في كل ده. تكسب افريقيا
ترتاح بعد كده كتير، ترتاح كتير قوي. ترتاح في ان انت هتلاقي الجماهير لف تاني حواليك، ترتاح هتلاقي ان الناس عايزه منتخب مصر تاني، هترتاح انك هتلاقي اللعيبه رجعت تاني مستواها، لعيبه خدت افريقيا، الجيل ده راح 2 كاس عالم وخدت ولا افريقيا، الموضوع ده صعب. في حاجات كتير قوي كويسه هتجنيها لما تاخد افريقيا. فانا اكتر بطوله مستنيها السنه دي هي افريقيا، وان شاء الله نأدي، ان شاء الله نعمل حاجه ان شاء الله. اتمنى يعني ان احنا نأدي في افريقيا، واتمنى ان احنا نوصل فاينل، اتمنى ان احنا ناخد البطوله، اتمنى ان احنا ما نمشي المغرب برضه، دي حاجه يعني من الحاجات. فبس يعني ده اللي اقدر اقوله على منتخب مصر والليله دي كلها يعني. ان شاء الله لما ما اعتقدش ان في فيديو تانية هتنزل بقى لحد ما التوقف الدولي يجي، مش عارف. بصوا يعني خليها مفاجأة كده، لان في حاجة في بالي بحضر لها، فخليها مفاجأة كده. لكن مفيش حاجة من هنا من وانا قاعد على الكرسي ده هتنزل تاني لحد ما التوقف الدولي يخلص، ولحد ما ماتش مانشستر يونايتد وليفربول ينزل يعني او يجي. فبس كده يعني هو ده كل اللي اقدر اقوله على منتخب مصر. لو الفيديو وصل لك متنساش اللايك، سبسكرايب، وتفعل جرس التنبيهات، وتشير الفيديو لكل الناس وكل اصحابك. بس فيلا، السلام عليكم.